ومساء ومسا على الناس الكويسة، الناس الجميلة، الناس الحلوة. عاملين ايه يا رجالة؟ وحشتوني والله. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وجاي لكم النهارده عشان اكمل لكم السلسله بتاعتي بتاعت افضل فئه سعريه في كل مركز. احنا عملنا خط الهجوم خط الوسط وخط الدفاع في الحلقات اللي فاتت. لو عايز ترجع للحلقات اللي فاتت موجوده، وكل حاجه موجود، تتفرج وتتمزج وتعمل تشكيلتك. دلوقتي هنتكلم على اخر فئه سعريه خالص، وهي فئه المهاجمين. ايه افضل فئه سعريه في المهاجمين من وجهه نظر الشيكس اللي هو انا؟ يلا بينا نبتدي ونخش على الحلقه على طول. يلا يا رجاله مش هنطول عليكم. ورجعنا تاني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بكل حماس. هنخش نكسر الدنيا ونولع الدنيا ونتكلم على افضل فئة سعرية في المهاجمين، في كل لعيب في افضل فئة سعرية في المهاجمين. ويلا بينا نبتدي على طول طبعا بدون جدال. زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، اللعبة مديانا حاجة تعجيزية في كل خط. وفي الخط الهجوم عندنا الايرلينج هالاند، الوحش النرويجي اللي نازل ب 15.5 مليون. وهتدفع هتعدي، خش هتجيبك. انا يا حبيبي مش هسيبك كده. لا اما بقى يا معلم عيش حياتك وخش غامر وانت بقى ونصيبك، فاهم؟ انا داخل البحر اغرق. فطبعا الايفلينج هالاند طبعا التمبلت والناس كلها جايباه والدنيا، يعني ما انا مش عارف، يعني استحاله نعرف نخش من غيره. يعني ممكن برونو ماشي، ممكن جابرييل ماشي، انا شايف هالاند صعب جدا. فانصحك تجيبه ونكمل بقى ايه على الله حكايتنا، نشوف هتمشي ازاي. ده بالنسبه للفئه السعريه اللي هي بتاعت هالاند. نخش على الفئه اللي تحته على طول هالاند. الموضوع بسيط قوي. عندك ثلاث لعيبه في فئتين من 9 مليون و8 مليون. شوف بسيطه قوي، يعني مفيش اي حوار. ال 9 مليون عندك المعلم ايزاك لوحده ومريح ومفخد كده ومريح لها. وتقريبا معاه الاخ واتكنز تقريبا 9 كمان. بس واتكنز مش مفهوم لغايه دلوقتي هو ايه موقفه، مش ظاهر في بري سيزون، وتقريبا هيمشي من الفريق مش عارف. فخلينا في ايزاك في ال 9 مليون. ادوك شايف ايزاك مولعه في بري سيزون وعمال يجيب اجوان، ولعيب غير مفهوم ما تعرفش تجيبه ولا لا، وهو غالي قوي. لو هتجيبه مع هالاند فدماغك هتشت برضه عمال تتفرج عليه. والناحيه الثانيه اللي هو ب 8 مليون تياجو بتاع برينتفورد. انا شايفه لعيب ملوش اي لازمه، بس هو للاسف يعني هو تاني هدافين الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، صح؟ ووارد جدا يجيب اجوان كتير ومعاه ضربات الجزاء، والفريق اصلا هجومي حلو. فانا محتار، وفي فرق مليون ما بينه وما بين ايزاك. فانا والله في الوضع ده لو هختار انا اختار تياجو يعني ب 8 مليون، وايزاك استنى لما اشوفه في الملعب فعليا وبعدين ابتدي اجيبه. لا اما انا عايز بقى انا شاب مغامر وطحن وبتاع، اجيب ايزاك بقى وفكك من اي حد. تمام. بس انت كده هتموت الهجوم عندك. اللعيب التالت ده مش هيلعب اصلا، يعني ممكن يكون ترانسفير لدوري تاني. تمام. نخش بقى على الفئه اللي بعدها على طول، هي الفئه السبعة ونص مليون. الفئه اللذيذه اللي الناس كلها برضه ايه بتبص عليها شويه. فيها شويه لعيبه حلوه، فيها جوكريز وجواو وبيدرو، وفيها هافرز. ده من رأيي الثلاثة دول هم أفضل حاجة في السبعة ونص مليون. بس طبعا لو هتختار واحد ما بينهم، طبعا وش هو جواو بيدرو بالفورمة اللي هو ماسكها. وإن وكل اللي أنت شايفه هو جواو بيدرو بدون جدال. يعني لازم تخش بيه، وبعد كده بقى تبقى تفكر هتبيعه ولا لأ لو هو اتجلى. بس هو في البيسوس مولعة، هو فعلا لعيب اون فاير ولازم نستغله في الوقت ده. بعدها في فئة مش هتكلم عليها كتير، هي فئة السبعة مليون، لأن هي فيها ابننا مرموش حبيب قلبي. بس للاسف هو حظه مش الطف حاجه، لانه مكانه هالاند وهو محطوط في المفروض كان ينزل نص ملعب نازل هجوم، وده غلط طبعا. كده لا مرموش هيتركن شويه الا لو هالاند اتصاب او بقى شفناه بيلعب كتير. وهيبقى حلو لو لعب كتير، لان هيجيب اجوان وهتبقى ب 7 مليون في السيتي، ممكن والله نعملها. انتوا فاهميني طبعا بس مش قادر اقولها. يجي بعدها فئه 6.5 مليون برضه لعيبه مش هتكلم عنها كتير، هو ماتيتا، جون فليب ماتيتا. ومحدش باين له اي حاجه فانطر له لكنه مش موجود. اهم فئه بقى بالنسبه لنا بجد فعلا يا جماعه فئه ال 6 مليون، اللي هي الناس كلها بتدور عليها، اللي هي فعلا محيره. وفيها كام لعيب بجد يغروا العين. يعني عندك مثلا برو، كيرفن تريو، ايجور خصوص، اوسولا، ريتشارلسون، ويسا، فولتوميدا، سولانكي لو هيلعب لان هو مصاب. فانت شوف في ليله حضرتك، في ليله. بس انا مش عارف اختار مين فيهم فعلا. انا مختار لغايه دلوقتي في التشكيله هو بروبي، على على الفورمه اللي كان منهي بيها الموسم اللي فات ومع منتخب هولندا. واللعيب شكله هو اللي هيبتدي اساسي، فاهم؟ يعني كده كده اختيار مميز. وكيلفي في البري سيزون مولعه، هو كان مولعه الموسم اللي فات.
ولعيب برضه حلو قوي ب 6 مليون، وايجور خصوص لعيب حلو قوي ب 6 مليون، واصوله حلوه قوي ب 6 مليون، واقعد اوفر بقى، وريتشا. يعني لو ريتشا ضمن اساسي مكان سولانكي ب 6 مليون، انت يعني ده ممكن يجيب لك كتير. وويسا لو لعب اساسي، ويسا ده كل ماتش جونين. فولتيميدا انتوا بقى قولوا لي، انا مش عارف، انا جايب روبي وانتوا بقى اللي انصحوني بالله عليكم، خلوني ايه، شاركوني كده، مش انا بقى لوحدي. قولي لي مين اللي ممكن اجيبه والله، وانا فعلا مع الاقتناع الشخصي ممكن اغير في وجهه نظري. وبس. واخر فئه بالنسبه لي، مش عايز افور في الهجوم، اللي هي فئه 5.5 مليون، مفيش غير اتنين بالنسبه لي، هو بيري بتاع برونتو بتاع ايفرتون، لو لعب اساسي هيبقى كويس جدا. الولاد انا شايفه اصلا فيرود ممتاز والله. وحج ده اللي هو مهاجم كوفرت سيتي الفريق الصاعد، ده كان عامل بيه سيزون عالمي، فوارد برضه انا جايبه في التشكيله بتاعتي والله، لان في ماتشات سهله في الاول، فممكن العبه وممكن يخطف لي ويبقى ديفرنشال مختلف. هي دي كلها قصه هي دي كلها قصه لعيبه الهجوم والفئه السعريه. وانت بقى اختار يا برنس وعيش حياتك، وانا كده عملت اللي عليا. واخر حاجه هنزل لك بتشكيلتي النهائيه قبل الديدلاين، لان انا بفكر اعمل حاجه حلوه قوي يا ولاد، احلى بنش بوست في اول حلقه. ويلا بينا اشوفكم الحلقه الجايه. سلام اي حبايب قلبي.